أعلن ممثل العيلة الحاكمة إن صحة الملك في تحسن وإنه يقدر يكمل حكمه كملك الجزيرة، والمواطنين كلهم مبسوطين بعودة الملك للحكم. وده معناه إن جوشوا خلاص ما بقاش مطلوب منه إنه يسيب المدرسة ويمسك الحكم. وبكده المشكلة اللي كانت مضايقة يوتا اتحلت لوحدها، وجوشوا هيكمل حياته معاهم في المدرسة ويعمل اللي بيحبه ويعيش بحرية. في نفس الوقت أمير روسيا بيكون عمال يتصرف بغرابة كأنه بيحاول يجمع معلومات عن حاجة معينة في دماغه، ويوتا بيكون عمال يحاول يدور على الأمير المجهول في كل حتة في المدرسة علشان يشكره على المساعدة اللي قدمها له لما كان بيدور على الجوهرة. وفجأة الأمير المجهول بينادي على يوتا وبيكون موجود فوق الشجرة، ويوتا بيتخض جدا من الأمير اللي بيظهر ويختفي كل شوية ده، وبصراحة كده بيكون مرعوب منه. وهنا يوتا بيقرر ياخد الأمير المجهول عند أصحابه الأمراء علشان يتعرفوا كلهم على بعض، ولكنه بيفتكر أخته لما بيشوف عفوية وطيبة يوتا. ولما يوتا بيدخل سكن الأمراء بيقول لهم إنه حابب يعرفهم على صديق جديد، ولكن الأمير جوشوا بيكون سرحان في حاجة تانية خالص. وبيبدأ يوتا يدخل الأمير المجهول لأوضة الأمراء، وهنا بنعرف إن الأمير ده اسمه إنجو، وجوشوا بيشكره على إنه ساعد يوتا علشان يلاقي الجوهرة، وبيعزمه على عشوة حلوة بالليل تليق بمقامه تقديرا منه على اللي عمله مع يوتا. وإنجو بيوافق على طلب الأمير جوشوا وبيقول له إن هو هيجي تاني بالليل، ويوتا بيقدم له هدية بسيطة علشان يعبر له على الشكر والامتنان. والهدية بتكون عبارة عن بسكوت مخبوز من أخت يوتا ومبعوث من اليابان للجزيرة اللي هم فيها، والبسكوت بيعجب الأمير إنجو خالص وبيحب طبخ أخت يوتا جدا. وبيروحوا يتكلموا مع بعض في البلكونة، وهناك بيقول له الأمير إن هو كمان كان عنده أخت بس أخته ماتت في الحرب، ومن ساعة ما ده حصل بقى حاسس إنه وحيد جدا وإنه خسر كل حاجة في حياته. وفجأة إنجو بينط من البلكونة ويختفي كالعادة، ويوتا بيقول له اوعى تنسى ميعاد العشاء بتاع الأمير جوشوا. وهنا بيكون أمير روسيا بيتكلم مع شخص مجهول وبيقول له إنه خلاص مبقاش قادر يتجسس على الطلاب أكتر من كده، بس الشخص ده بيهدده إنه هيعذب أمه لو ما عملش المطلوب منه. شكل الموضوع كبير جدا، وده الجزء الأخير من أنمي مدرسة الأمراء، ويلا نبدأ. لما بيجي وقت العشاء الأمير إنجو ما بيكونش موجود على السفرة وما بيحضرش العزومة اللي أصلا معمولة عشانه. الشخص ده مريب جدا وأكيد وراه إنه اليوم اللي بعده الأمراء بيقولوا ليوتا عن الاحتفال الكبير اللي بيقام كل سنة في الجزيرة، احتفال ضخم جدا وكل الأمراء والناس المهمة من جميع أنحاء العالم بيجوا يحتفلوا هنا في الجزيرة، ولازم مدرستهم تقدم مسرحية تمثيلية عن قصة توحيد الجزيرة والملك العظيم اللي الشعب اختاره علشان يكون حاكم ليهم. في اللحظات دي أمير روسيا بيكون عمال يسرق معلومات عن الأمراء زمايله من جهاز طبيب المدرسة، ولما بيحاول يخرج من عيادة المدرسة طبيب المدرسة بيشوفه وبيهدده، بيقوله إنه شاف هو بيعمل إيه بالظبط وعايز يعرف القصة كلها. وهنا أمير روسيا بيتصل بالشخص المجهول ويدي التليفون للطبيب علشان يسمع بنفسه. والمصيبة إن في دولة من الدول بتحاول تغزو الجزيرة بعملية اغتيال لقتل الأمير جوشوا علشان ما يكونش في حد يمسك الحكم بعد الملك، وبكده هتقدر الدولة دي إنها تدمر الحكومة وهيكون سهل إنهم يسيطروا على الجزيرة. هنعرف مين هي الدولة دي بالظبط كمان شوية. وكمان كانوا خاطفين أمير روسيا علشان يبتزوه لتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأمير جوشوا علشان يعرفوا يختلوا. وأصلا الأمير جوشوا باله بيكون مشغول بموضوع الخلافة ده وخايف للمشكلة بتاعت مرض الملك تتكرر تاني. وبيدخل عليهم أمير إيطاليا ويقول لهم إنه كتب السيناريو للمسرحية وكلهم هيشاركوا فيها ولازم يبدأوا يتدربوا فورا. كلهم بيتحمسوا للفكرة وبيكونوا موافقين يمثلوا في المسرحية قدام الملوك وصفوة الشعب. وجوشوا بياخدهم لمسرح الجزيرة اللي بيكون كبير جدا ومرعب لأبعد الحدود، وفعلا بيبدأوا يتدربوا كلهم ويتعلموا من أمير إيطاليا التمثيل، ولكنه بيكون شادد أعصابه جدا وعمال يزعق طول الوقت وبالذات ليوتا لأنه ما بيعرفش يمثل. وفي وقت البريك كلهم بيكونوا متضايقين جدا من تصرفات أمير إيطاليا وزعيقه طول الوقت، وده محسسهم بضغط نفسي كبير. ويوتا بيقول للأمراء إنه يتمنى لو ما كانش أمير إيطاليا هو المشرف على المسرحية. وهنا بيدخل أمير إيطاليا وبيكون سمع كل حاجة يوتا قالها، وبيقول ليوتا إن هو أصلا
أصلا بيتدلع ومش واخد الموضوع جد. ويوتا بيبدأ يعيط ويقوله إنه كان مفكر إن التمثيل ممتع حتى لو ما بيعرفش يمثل، وإنهم لازم ينبسطوا وهما بيمثلوا علشان يعرفوا يمثلوا كويس، وإن التمثيل كده بقى سخيف ومن غير طعم ومش ممتع أبدا. ويوتا بيقرر يعتزل ويسيبهم ويمشي. وبالليل الأمير جوشوا بيطمن عليه وبيقوله إنه مش هيلاقوا حد أحسن منه يمثل معاهم، وإنه محتاجه يفكر تاني ويرجع للمسرحية. واليوم اللي بعده يوتا بيقرر يكمل ويحضر التدريبات ويمثل معهم دوره على المسرح. وبيجي أمير إيطاليا ويقول لهم إنه آسف جدا على معاملته ليهم، وإنهم لازم يكونوا مبسوطين باللي بيعملوه زي ما قال يوتا بالظبط، وإنه عمره ما كان قصده يتقل عليهم أبدا. وبيتشجعوا يتعاونوا كلهم علشان يقدموا أحلى عرض مسرحي للملوك، وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. تعالوا نرجع للمصيبة اللي واقع فيها أمير روسيا. بيشوف الأمير إنجو هو بيحاول يتسلل المدرسة بالليل، وبيقرر إنه يقف قصاده ويحمي زمايله جوشوا من المصيبة اللي ناويين يعملوها الدولة دي. وبيقف ضد إنجو اللي ما بيكونش أمير ولا حاجة، ده قاتل متسلسل محترف متأجر علشان يقتل الأمير جوشوا. وأمير روسيا بياخد خبطة كبيرة قوي على صدره. وبيبدأ يوم الاحتفال، وبتكون الجزيرة مليانة على الآخر بأهم الناس من جميع أنحاء العالم. وفي نفس الوقت بيكون طبيب المدرسة والمساعد بتاعه عمالين يدمروا جميع الدخلاء اللي جايين علشان يختلوا الأمير جوشوا. وبيبدأ المسرح يتزحم بصفوة المجتمع والملوك. والأمير جوشوا بتكون وصلته رسالة من ملك الجزيرة بيقوله فيها إنه مقرر التنحي عن المنصب أول ما جوشوا يتخرج من المدرسة، وده علشان جوشوا يعتمد على نفسه ويشوف مهمته الحقيقية ويهتم بواجباته تجاه شعبه. وصديقه أمير فرنسا بيشوف الورقة بتاعت الملك وبيسأل جوشوا هو ناوي يعمل إيه بالظبط. جوشوا بيقوله إنه ما عندوش الثقة الكفاية في نفسه علشان يحكم ويكون ملك، وحاسس إنه ضايع ومش عارف يحكم نفسه أصلا. إزاي هيحكم شعب كامل؟ جوشوا بيكون نفسه يهرب أو يموت أو يسيب الدنيا دي كلها. والمسرح بيكون مليان جدا، ويوتا بيكون متوتر وخايف إنه يطلع قدام الناس. وأمير روسيا بيكون صدره واجعه جدا من القتال اللي حصل امبارح مع القاتل إنجو. وقبل ما يبدأ العرض بتحصل مفاجأة كبيرة غير متوقعة. ملك الجزيرة بنفسه بيحضر المسرحية مع بقية الملوك تشجيعا لابن أخته جوشوا. بصراحة أنا لو مكان يوتا ما كنتش أقدر أطلع على المسرح أبدا، ده حتى الملك جوشوا بنفسه بيكون متوتر. وأمير روسيا بيديله الميدالية اللي يوتا اداها قبل كده، ويقوله إنه لو أخدها هتبعد عنه الحظ السيء وهتحميه. وبيبدأ العرض المسرحي الكبير، وكل مشهد بيكون ليه الممثلين بتوعه. وبيبدأ القاتل إنجو يتسلل لقاعة المسرح، وبيوصل لواحدة من الغرف اللي بتطل على المسرح من فوق، وبيجهز سلاحه المتطور لقتل الأمير جوشوا. ويوتا بيخلص مشهده الأول في العرض وبيكون مبسوط جدا، لكنه بيعوز يروح الحمام ضروري، وبيتجه للحمام فورا. وهناك بيشوف طبيب المدرسة والمساعد بتاعه بيتكلموا عن عملية الاغتيال اللي هتحصل، وإن الأمير جوشوا في خطر. وهنا أخت يوتا الكبيرة بتتصل بيه، وصوت رنة التليفون بيكون عالي جدا، وبيجري يوتا على طول علشان يلحق الأمير جوشوا، لأنه ممكن في أي لحظة يتقتل على المسرح. وبيرد على أخته وهو بيجري، ولما بتسأله صوتك مرعوب كده ليه؟ بيقول لها لا أبدا مفيش حاجة، وبيقفل السكة على طول. في نفس اللحظات القاتل إنجو بيكون مصوب سلاحه على راس جوشوا، وعلى وشك إنه خلاص يقتله قدام الكل. وأخت يوتا بتكون عمالة ترن على التليفون وقلقانة على أخوها. ده كمان دور يوتا في المشهد التاني قرب ولازم يطلع على المسرح فورا. وجوشوا بيكون خلص المشهد بتاعه، ويوتا بيديله التليفون علشان يرد على أخته ويطمنها إن كل حاجة كويسة. وهو بيكون مطمن على جوشوا لأنه ما بقاش على المسرح. ويوتا بيطلع على المسرح بطريقة محرجة جدا قدام الملوك. وجوشوا بيخلص مكالمته مع أخت يوتا ويطمنها إن كل حاجة تمام وإن يوتا كويس. ويوتا بيحاول يركز مع الجمهور علشان يعرف بالظبط عملية الاغتيال هتحصل منين. وبيلفت نظره حاجة بتلمع من فوق في أوضة الVIP اللي هناك في المسرح دي، وبيجري بسرعة على الأوضة لأن لو جوشوا طلع للمشهد اللي بعده هيكون آخر حاجة يعملها في حياته. وفعلا جوشوا بيطلع على المسرح وبيجي المشهد بتاعه، ويوتا بيوصل للأوضة اللي فيها إنجو وبيشوفه في منظر بشع جدا وهو بيحاول يقتل الأمير جوشوا. مش بس كده، ده المكان بيكون محاصر من كل الجهات بعدد كبير قوي من القتلة المتسلسلين. أحب أقول لكم إن الدولة اللي كانت عايزة تستولي على الجزيرة هي فرنسا، وكل ده بمعرفة الأمير الفرنسي اللي في الحقيقة صاحب جوشوا. وإنجو بيستغل الفرصة وبيستعد لإطلاق النار على
الأمير جوشوا. في نفس اللحظة بينزل قاتل معاه سكينة، وشكلها كده الخطة البديلة في حالة لو إنجو ما أطلقش النار على جوشوا. وفعلا بيطعن القاتل الأمير جوشوا في قلبه، وهنا إنجو بيضرب النار على القاتل اللي طعن جوشوا. بس بعد إيه؟ جوشوا خلاص مات وتم اغتياله بالفعل قدام الناس كلها، ويوتا ما بيقدرش يتحمل موته وبيجري على حضنه على طول، وبيكون عمال يعيط، وكل ده بيحصل قدام الملوك على المسرح. وبكده نجحت فرنسا إنها تقتل جوشوا علشان تحكم الجزيرة بنفسها. وهنا ملك الجزيرة بيقوم بنفسه ويقول لجوشوا لازم تقاوم الألم وما تستسلمش للموت لحد ما تيجي الإسعاف. كل الشعب والملوك بيشجعوه علشان يمسك نفسه وما يموتش، وبيبدأوا كلهم يقولوا له إنهم عايزينه يكون الملك بتاعهم في المستقبل، لأنهم محتاجينه جدا كملك، وكمان علشان الخلافة، ومن دون جوشوا الجزيرة هتستعمر من فرنسا. وهنا بنعرف المفاجأة إن الموبايل بتاع يوتا هو اللي أنقذ جوشوا، يعني بعد ما جوشوا قفل مع أخت يوتا حط الموبايل في جيبه، وبكده يوتا قدر فعلا إنه يحمي جوشوا بطريقة ما، وبيقف جوشوا مع هتاف الجماهير والملوك ليه. وهنا الملك بيعرض على جوشوا الحكم على الملأ قدام الناس كلها، وبعد ما جوشوا بيعرف قد إيه الناس بتحبه وعايزاه يحكمهم بيقبل العرض ويوافق إنه يمسك الحكم ويسيب المدرسة. وبكده أمير فرنسا قدر إنه يخدع جوشوا علشان يغتاله. لحد دلوقتي جوشوا ما يعرفش أي حاجة عن حقيقة عملية الاغتيال دي. نهاية غريبة مش كده؟ يوتا بيودع الأمير جوشوا وبيتمنى له الخير في حياته كملك للجزيرة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان ملخصات الأنمي بتاعتنا ما تفوتكش. أشوفكم قريب. Let me down.